السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ الفراخ بتاعتنا يا جماعة النهاردة عمرها 8 أيام. طبعا احنا قلنا إن احنا هنربي الدورة دي إن شاء الله أكتر من نوع مع بعض بداية من عمر يوم، على أساس إن احنا نعرف الناس إن احنا ممكن نربي أكتر من نوع مع بعض، ما عندناش أي مشكلة. في ناس كتير بتسأل هو أنا ممكن نربي أكتر من نوع مع بعض؟ احنا نقدر نربي أكتر من نوع مع بعض. والدليل إن شاء الله الفراخ اللي قدامنا دي النهاردة 8 أيام، 4 أنواع مع بعض: فراخ بيضة وفراخ ساسو وبط مسكوفي وفراخ فيومي. تمام. هنمشي بإذن الله مع الدورة بتاعتنا ديت من عمر يوم لحد 35 يوم بالنسبة للفراخ البيضاء، وهنكمل بعد كده بإذن الله بالنسبة للأنواع التانية، وهنمشي معاهم وهتعرفوا احنا هنربيهم ازاي وهنطلعهم أوزان ايه إن شاء الله. عمر 8 أيام بقى يا جماعة، احنا في حاجات كده لازم نبتدي نعملها للفراخ اللي عندنا. أولا الفراخ بدأت إن هي تكبر معايا، بدأ الفرخ يصلب نفسه، واحنا المفروض ان احنا في تركات كده بنعملها كل ما الفراخ بتكبر منها، ان احنا بنبتدي ان احنا نرفع العلافات، الاطباق اللي قدام الفراخ اللي انتم شايفينها ديت. طبق التحضير اللي احنا حاطينه ده خلاص هنشيله النهارده، وهننزل مكانه العلافات اللي هي العلافه الصاج او العلافه البلاستيك القمع، على اساس ان احنا نحافظ على الفراخ ونحافظ على العلف. لان زي ما انتم عارفين طبق التحضير بنحطه في الفتره الاولانيه بس علشان نشجع الفراخ ان هي تاكل معانا. انتوا عارفين ان الفراخ بتاكل من تحت رجلها، الفراخ البيضة او الساسة او ايا كان نوع الفراخ بتاكل من تحت رجلها. فاحنا بننزل طبق التحضير من تاني يوم او تالت يوم لمدة مثلا اسبوع 10 ايام، وبعد كده بنبدأ ان احنا نرفع طبق التحضير ده يا جماعة، وننزل العلافات القمع او العلافات الصاج الكبيرة، اللي هي سواء كانت بلاستيك او صاج، العلافة اللي بقمع او بقرطاس دي، على اساس ان احنا نحافظ على العلف بتاعنا ونحافظ على الفراخ ان هي ما يجيلهاش سموم. لان الفراخ بتبتدي ان هي تعمل اخراجات وتبتدي ان هي تنام على العلف فتسخن معانا العلف بتاعنا ده. فاحنا لازم ان احنا خلاص بقى نبتدي نشيل العلفات اللي هي الاطباق التحضير ديت، وننزل مكانها العلفات الكبيره ان شاء الله. اول حاجه بقى هنشيل الاطباق التحضير اللي قدامها دي. الحاجة التانية يا جماعة، بعد ما بنشيل السقايات والعلافات بتاعتنا بنقلب الفرشة بتاعتنا كويس جدا. زي ما انتوا شايفين الفرشة عاملة ازاي. لازم اقلب الفرشة من تحت لفوق زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، على اساس ان الفرشة بتاعتي تفضل معايا اطول فترة ممكنة، فرشة ناشفة ونضيفة. ما يبقاش الفراخ عندي قاعدة على فرشة ساقعة او مبللة والكلام ده، لان الفرشة لو عرقت مني او بللت اكيد هتتعب الفراخ معايا. تربية الفراخ السليمة يا جماعة عبارة عن فرشة سليمة وتهويات سليمة. الفرشة بتاعتك نظيفة، خلاص الدنيا عندك تمام إن شاء الله، قادر إن أنت تهوي كويس وتخلي الفراخ مزاجها كويس، الدنيا حلوة، النفس كويس، بتدخل عليها ما بتحسش بعرق ولا رطوبة ولا الكلام ده، يبقى هتلاقي الدنيا عندك تمام بإذن الله. بنقلب الفرشة كويس كده زي ما انتوا شايفين، على اساس ان ما يبقاش عندي اي حاجة معرقة ولا مبللة ولا الكلام ده. الفرشة اللي هي الحتة المبللة او الحتة المعرقة، مكان ما الفراخ بتتجمع سواء كان في الزوايا او حوالين السقايات والعلافات، لو في عندك حتة بللت او عرقت بنشيل الفرشة المبللة ديت ونحط مكانها فرشة نظيفة، وخلاص على كده ان شاء الله. خلاص كده يا جماعة قلبنا الفرشة بتاعتنا، المكان عندنا تمام زي ما انتوا شايفين، النشارة عندنا كلها ناشفة، ولا عرقت ولا بللت. ما ينفعش اساسا ان النشارة تبلل معايا. من عمر يوم لحد 10 ايام على الاقل بتفضل النشارة ناشفة. بتبتدي بعد كده لما الفراخ بتبتدي ان هي تكبر معايا وتتقل معايا، الاخراجات بتاعتها بتكبر، ولما الاخراجات بتاعتها تكبر تبتدي الفرشة ان هي ايه، تبلل معايا شوية. لكن لو الفراخ بللت معايا في العمر الصغير، ده معناه مشكلة عندي أنا ما قدرتش إن أنا أستقبل الفراخ بشكل كويس. الفراخ عندي المكان عرق عليها، مغطي او مكتم بزياده، مولع دفى بزياده، الكلام ده كله مفيش تهويات كافيه ان انا اخرج الصهد والعرق والنفس بتاع الفراخ بره. فده بيبوظ معايا الفرشه، بيعرق معايا الفرشه ويبلل معايا الفرشه. ولو الفرشه بللت او عرقت بتبتدي ان هي تنطر رطوبه وريحه على صدر الفرخ. لو حصل كده تلاقي الفراخ عندك جالها برد حتى في العمر الصغير ده، فراخ بتلم على بعض. الكلام ده كله بسبب عيوب الفرشه يا جماعه. لذلك احنا بنقول لازم ايدينا تكون في الفرشه، لازم حتى والفراخ لسه صغيره من اول اسبوع لازم تكون ايدينا في الفرشه، نقلب الفرشه كويس جدا. اي حته معرقه في الفرشه بنشيلها نرميها ونحط مكانها فرشه تانية ناشفه ونضيفه، وخلاص على كده احنا خلاص رفعنا العلافات اللي هي الاطباق. هننزل بقى علافات اللي هي القرطاس اللي احنا بنتكلم عليها الكبيره ديت. نزلنا يا جماعه العلافات القرطاس زي ما انتم شايفين اهو. الفراخ خلاص بدأت انها تتحرك عليها. اول ما الفراخ تتعود على شكل العلافات الجديده هتبتدي ان هي تهجم عليها وتاكل، وهتلاقي الدنيا ماشيه معانا تمام ان شاء الله. زي ما قلنا يا جماعه الفراخ بتاعتنا النهارده عمرها 8 ايام ان شاء الله. الخلطات اللي احنا بنعملها على اساس انها تزود الوزن او ترفع من مناعه الطير او تزود حيويه الطير، الخلطات في انواع منها كتير جدا.
واحدة من الخلطات اللي هي فعلا يعتبر عملاق زيادة الأوزان اللي هنعملها هتظبط معانا الأوزان بشكل كبير قوي، وهتعلي معانا مناعة الطير بشكل كبير. الخلطة اللي هنعملها النهاردة إن شاء الله، وإحنا عملناها النهاردة بس عشان نعرف الناس إن هي ممكن تتعمل من أول أسبوع عادي، ما عندناش أي مشكلة. لأن ناس كتير بتخاف إن هي تعمل خلطات زيادة الوزن على أساس إن هي ممكن تعمل إسهالات عند الفراخ والكلام ده. فالخلطة اللي هنعملها النهاردة يا جماعة ولا بتعمل إسهال ولا أي حاجة، بتتعمل بعد أول أسبوع إن شاء الله، مفيش أي مشكلة. الخلطة دي بتزود أوزان الفراخ بشكل كبير جدا. بتوصل معانا فعلا الفراخ ل4 كيلو على عمر 40 يوم. الخلطة بتاعتنا هتبقى عبارة عن عسل أسود مع الخميرة الفورية، وادي الخميرة الفورية اهي. العسل الأسود والخميرة الفورية من أفضل الخلطات اللي بتزود معانا الوزن، إن ما كانتش هي أعلى خلطة بتزود معانا الوزن. أفضل خلطة تعلي معانا الأوزان هي العسل الأسود مع الخميرة الفورية. طبعا أنا قلت لكم قبل كده إن أنا قبل ما بعمل أي خلطات عشان أزود بها الوزن، إذا كانت الخلطات دي في المية أو لو بحط علاج، لو كان العلاج ده في المية لازم أرفع المية من قدام الفراخ شوية على أساس إن أنا اخلي الفراخ تعطش، بحيث لما اجي انزل الخلطات اللي هنزلها ديت الفراخ كلها تستفاد منها ان شاء الله. احنا خلاص معطشين الفراخ، هننزل بقى الميه بتاعتنا باذن الله. وبرضه يا جماعه زي ما غيرنا الاطباق التحضير ونزلنا مكانها علافات بلاستيك او علافات صاج كبيره، نفس الكلام برضه هنشيل السقايات الصغيره اللي هي ال 2 لتر اللي كنا شغالين بيها دي، وكنا حاطينها على الارض كمان على النشاره. الحاجه اللي قدامكم دي زي ما انتم شايفين ده حامل بلاستيك، وهنشتغل بالسقايات الكبيره، وحطينا الحامل على اساس ان احنا برضو نرفع سقايات الميه عن الارض. هنحط بقى يا جماعه العسل الاسود، ادي العسل الاسود اهو، بنحط مقدار معلقتين او 3 معالق عسل اسود بمعلقه الاكل الكبيره ديت على السقايه اللي هي 4 لتر دي. تمام. وكمان ادي الخميره الفوريه، بنحط مقدار معلقه اكل كبيره خميره فوريه على السقايه 4 لتر. هنقلب بقى الخلطة اللي احنا عملناها دي تقليب كويس جدا عشان ما نسيبش الخميرة تبقى مكلكعة ولا حاجة، بنقلبها كويس جدا عشان تدوب في المية. زي ما انتم شايفين يا جماعة، لأننا كنا معطشين تعطيش كويس، أول ما نزلنا الخميرة مع العسل الفراخ كلها بدأت إن هي تلم على المية بتاعتنا وتشرب. وده اللي احنا محتاجينه من حته التعطيش دي. لما بعطش الفراخ مده قبل ما انزل علاج او قبل ما انزل خلطه في الميه، الفراخ كلها بتستفاد بالحاجه اللي انا بحطها في الميه. تمام. عشان كده بنقول لما نكون هنحط علاج او هنحط خلطه في الميه لازم نكون معطشين الفراخ قبلها بمده، على اساس ان احنا لما ننزل الفراخ كلها تستفاد ان شاء الله. الحاجة التانية اللي اتكلمنا عليها النهاردة وقلناها في أول فيديو، إن إحنا بنبتدي نرفع باقة التحضير، خلاص بنشيلها خالص وننزل مكانها علافات القرطاس اللي قدامنا ديت. وكان نفس الكلام برضو بنشيل السقايات الصغيرة وننزل مكانها سقايات كبيرة، وبنحط حوامل أو بنرفع حتى لو ما عندكش حامل الكلام ده. ممكن نرفع على قلبين طوب، ممكن نرفع على بلاطة، أي حاجة من الكلام ده. إحنا بنعمل كده ليه؟ لأن يا جماعة إحنا بنمشي مع حجم الفرخ، كل ما الفرخ يكبر معايا، الحتة دي مهمة جدا لازم الناس تاخد بالها منها. كل ما الفرخ يكبر معايا كل ما انا ارفع السقايات والمعالف على قد مستوى وقفة الفرخ. ما تخليش الفرخ ياكل وهو نايم، لازم الفرخ بتاعنا ياكل وهو واقف، وبرضه يشرب وهو واقف. لان حتة نوم الفرخ مدة طويلة على الارض لما بكون حاطط السقايات والعلافات على الارض دي بتخلي الفراخ ممكن صدرها يلقط رطوبة من الارض، فبالتالي ممكن صدرها يبوظ منك وتاخد برد، وده هيقرفك طول الدورة، هتحتاج ان انت تعالج البرد طول الدورة. دي حاجة. الحاجة التانية، الفرخ لما بياكل وهو واقف الحصلة بتاعته بتتملي، لأنه بيبقى واقف، فالحصلة بتاعته بتبقى ممدودة قدامه، فبياكل كمية أكبر فالحصلة تتملى أكتر، فياكل ويستفاد، وبعد كده يروح يريح فيستفاد بالعلف اللي هو أكله ده يطلع على جسم الفرخ. حاجة تانية كمان يا جماعة بنستفادها، إن إحنا بنعلي المعالف والسقايات كل ما الفراخ بتاعتنا تكبر معانا بمستوى وقفة الفرخ. ان الفراخ بتحافظ على الفرشه بتاعتك شويه، ان الفرخ طول ما هو نايم على الفرشه مده طويله بيعرق لك الفرشه وبيبوظ الفرشه. رفعه السقايات ورفعه العلافات بتحافظ على الفرشه بتاعتك، وكمان تحت السقايه وتحت العلافه ما بيبللش بدري زي ما بيحصل لما بتكون السقايه والعلافه على النشاره او على التبن على طول. تمام. يبقى احنا المفروض كل ما الفراخ بتاعتنا تكبر بنرفع السقايات والعلافات على مستوى وقفه الفرخ، الفرخ ياكل وهو واقف ويشرب وهو واقف. بالنسبة بقى للخلطة اللي عملناها النهاردة اللي هي العسل مع الخميرة الفورية، العسل مع الخميرة الفورية دي أفضل خلطة نعملها للفراخ عشان تزود وزن الفراخ. بتنشط معانا الفراخ بشكل كبير جدا، رافع مناعة بشكل كبير. يعني لو لا قدر الله الجو ملان فيروسات، في عندنا مشكلة في الجو، الفراخ اللي حواليك كلها تعبانة، إن شاء الله الفراخ بتاعتك لو أنت ماشيها على العسل مع الخميرة الفورية بشكل منتظم
الفراخ هتفضل ماشيه معانا تمام، مش هيبقى في عندك اي مشكله باذن الله، وهتلاقي مناعه الفرخ كويسه. لو في امراض في الجو ولا كده الفراخ هتقدر ان هي تصد الامراض دي. الحاجه التانيه ان هي كمان بتنضف لك دايما بطن الفرخ، يعني ما بيبقاش فيه اكل راكن في بطن الفرخ، بتخلي الفراخ تستفاد من العلف اللي بتاكله اقصى استفاده. الفرخ لما بياكل علف انا محتاج ان العلف ده يتحول معايا للحم، بيبتدي ان هو يخلي لك الفراخ تستفاد اقصى استفاده من العلف، لان الفراخ بتمتص العلف اللي بتاكله بشكل كبير، وبتاخد القيمه الغذائيه اللي موجوده في مكونات العلف بشكل كبير، فالفراخ تلاقيها حولت معاك لحم بشكل كبير ان شاء الله. وبعدين كمان في عندنا انواع فراخ زي الفراخ البلدي مثلا، في خلطات معينه ما ينفعش نعملها لان هي بتعمل ريحه للبيض، بتزفر البيض، زي مثلا الحلبه من الحاجات اللي بتزود الوزن بشكل كبير جدا. لو جينا حطيناها للفراخ البلدي هتلاقي ريحتها خارجه معاك في البيض تمام. لكن لو عملنا العسل بالخميره الفوريه للفراخ البلدي ما عنديش اي مشكله. يبقى العسل والخميره الفوريه خلطه كويسه بتتعمل لكل الطيور مش بس الفراخ البيضاء، تتعمل الفراخ البيضاء، الفراخ البلدي، للبط بانواعه، فراخ ساسو، اي حاجه عاوز ان انت تسمنها هنعمل لها الخلطه ديت، العسل مع الخميره الفوريه. طيب هي هتتحط امتى؟ يعني على الاقل من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع، يعني انا كل يومين كل ثلاث ايام بعمل الخلطه ديت مره، يبقى من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع. منه ان انا ما اديش دايما عسل كتير اكتر من اللازم عشان ما اسببش اسهالات، ومنه كمان ان انا اسيب وقت ان انا اقدر اعمل خلطات تانية، لان لسه في خلطات تانية هنتكلم عليها برضو بتزود معانا الاوزان وبتعلي معانا مناعة الطير، فلازم برضو اسيب وقت ان انا انوع ما بين الخلطات على اساس ان انا اخلي الفراخ دايما ماشية معايا فايقة. كده خلصنا كل حاجة بالنسبة للخلطة بتاعة العسل مع الخميرة الفورية. اللي محتاج اي حاجة يبعت لي في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.